السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة إعدادي إن شاء الله النهاردة مع بعض بإذن الله تعالى في فيديو جديد وحل محافظة جديدة، محافظة اسكندرية رقم 3 في الجبر. بيقول لي أول سؤال مجموعة حل المعادلتين س ناقص 3 بتساوي 0 وص زائد 2 بتساوي 0. أول حاجة أنا هودي الثلاثة بعكس إشارة فتبقى س بتساوي 3. صور فونت شوية معلش يا جماعة. ماشي معلش. ماشي. يبقى أنا عندي هنا س بكام؟ ب3. ودي بعكس إشارة تبقى ص بسالب 2. مجموعة الحل قوس مجموعة زوج مرتب 3 وسالب 2. تمام. يبقى هنا مجموعة حل قوس مجموعة زوج مرتب 3 وكام؟ وسالب 2. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه؟ بيقول لي عايز مجال الدالة دي، مجال الدالة هو ح فرق أصفار المقام فتبقى ح فرق 1. ح فرق 1 الإجابة رقم ب. ماشي. اللي بعده بيقول لي إذا كانت لام أ ب6 فإن لام أ شرطة. لام أ شرطة بتساوي إيه؟ لام أ شرطة 1 ناقص من غير شرطة، يعني 1 ناقص لام أ، يعني 1 ناقص 6 تطلع 4/10. فالجواب بالنسبة لنا طلع 4/10. يبقى لام أ شرطة 1 ناقص لام أ. السؤال اللي بعده بيقول لي أ وب حدثين من فضائين تجربة عشوائية، وكانت أ جزئيا ب. أ الصغيرة ب الكبيرة، جزئية تقاطع يد صغير تحاد يد كبير. أنا عاوز مين؟ عاوز التحاد، فالاتحاد يدينا الكبير اللي هو لام ب. يبقى الجواب بالنسبة لنا لام ب اللي هو لام الكبير. خلاص؟ تمام. هات المعكوس الجمعي ده، المعكوس الجمعي من غير شرط البسط أو المقام أو الشرط اللي في النص. طيب حضرتك عاوز تعمل ايه؟ عاوز معكوس جمعي. تعال نشوف كده. هو هنا غير مين؟ غير اشاره واحده من البسط، هو غير اشاره كله فدي غلط. ماشي؟ طيب هنا غير مين؟ اشاره البسط كله والمقام زي ما هو فدي صح. طيب هنا غير اشاره واحده في البسط فده غلط. هنا غير فوق الحمد لله غير فوق وتحت فده برضو غلط وده برضو غلط. فالجواب الصح بالنسبه لي هو رقم ب. عاوز مجموعة أصفار الدالة، مجموعة أصفار الدالة بنساوي البسط ب0 والمقام ب0. البسط ب0 يبقى س ناقص 2 ب0 يبقى س بتساوي 2. المقام ب0 س تربيع ناقص 4 ب0، أودي ال4 بعكس إشارة س تربيع ب4 آخد الجذر موجب أو سالب 2. طيب إيه بقى اللي موجود في البسط مش موجود في المقام؟ البسط فيه 2 والمقام فيه 2 وسالب 2. إيه بقى اللي في البسط مش في المقام؟ مفيش، لأن كل اللي في البسط موجود في المقام، فبالتالي أصفار الدالة هنا هتساوي فاي، مفيش أصفار دالة. طيب بيقول لك إذا كانت س بتساوي 3 هي مجموعة حل المعادلتين دول. عاوز مجموعة حل المعادلتين س بتساوي 3 وس تربيع زائد ص تربيع بتساوي 25. طيب هعمل إيه؟ أنا هعوض عن كل س بكام يا صديقي؟ قال لك أنا هعوض عن كل س ب3. طيب تعالى ناخد بس ده كده سكرين أهو مع بعض بالراحة كده. ماشي؟ بسم الله أهو سكرين. اوكي ونعمل اضافه ونحله في عشان مكان ضيق هنا. ماشي ونعمل بيست. تمام بس هنكبرها شويه. تمام نبدا نشتغل بقى مع بعض كده بالراحه واحده واحده. هنقول له س بتساوي 3 دي خلصانه، وس تربيع زائد ص تربيع بتساوي 25. اشيل كل س واكتب مكانها 3 تربيع 9 زائد ص تربيع ب25. اودي بعكس اشاره. ماشي احنا عوضنا عن كل س ب3 يبقى 3 تربيع 9 زائد ص تربيع بتساوي 25 ناقص 9 يبقى ص تربيع بتساوي ايه؟ 16. اخد الجذر موجب او سالب جذر ال 16 موجب او سالب 4. يبقى ص بتساوي موجب او سالب 4. فانا عاوز مجموعه الحل، مجموعه الحل بتساوي ال3 وال4 او ال3 والسالب 4. دي بالنسبه لي مجموعه الحل 3 و4 او 3 وسالب 4. يبقى هنا الاجابه بتاعتنا 3 و4 و3 وسالب 4. اجابه رقم ب. بيقول لي عاوز عدد حلول المعادلتين. عشان نجيب عدد حلول المعادلتين بنجيب س على س وصاد على صاد والحد المطلق على الحد المطلق. كلهم متساويين يبقى المستقيمان متقاطعين، كلهم غير متساويين يبقى اسمهم متقاطعين. تاني لو كلهم متساويين يبقى متطابقين. عدد حلول لا نهائي. لو كلهم غير متساويين يبقى مستقيمان متقاطعان عدد الحلول 1. لو كان اول اتنين بس متساويين اسمهم متوازيان وعدد الحلول بيساوي 0. ماشي. انا هقسم هنا معامل س على معامل س 1 على 1
معامل صاد على معامل صاد 1 على 1، 3 على السالب 3. طبعا اول اتنين بس اللي هيساوي، دي مش هتساويهم، يبقى المستقيمان متوازيان، يبقى عدد الحلول صفر. يبقى الجواب بتاعنا عدد الحلول صفر يا معلم. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لك يا باشا السؤال اللي بعده اللي هو رقم 9، بيقول لك عاوزين فترة مغلقة 3 و5، فترة مغلقة جميع الأرقام من 3 لحد 5، أشيل منهم الثلاثة وأشيل منهم 5. إيه اللي هيبقى؟ هيبقى ما بين الثلاثة والخمسة، هيبقى اللي بينهم، فاللي بينهم اسمها فترة مفتوحة 3 و5 فترة مفتوحة. إلى الإجابة رقم د. نيجي بقى للأسئلة المقالية، بيقول لك يا باشا باستخدام القانون عام حل المعادلة. طيب المعادلة جاية متصفرة، قلت له أيوه، قال لي خلاص طلع لي الألف والب والجيم، فالألف عندي ب1 والب سالب 5 والجيم بتساوي 2. طيب ماشي، وبعدين أبدأ بعدها بشوية أكتب المميز اللي هو ب تربيع ناقص ال4 ألف جيم، الب تربيع سيادتك يعني سالب 5 تربيع ناقص ال4 في الألف ب1 في الجيم اللي هي 2، فتبقى 25 ناقص 8 يطلع 17. ببدأ أكتب س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص ال4 ألف جيم على 2 ألف، فسالب ب يعني نغير إشارة الب، فلما أغير إشارة الب تبقى 5 موجب أو سالب جذر 17 على 2 في ألف اللي هي كام؟ 1. هرجع أقول له إما س بتساوي الكلام دوت 5 زائد جذر 17 على 2 و5 ناقص جذر 17 على 2. هشيل الجذر 17 واحط مكانها 4 و12%، هشيل ده واكتب مكانه 4 و12%، يبقى 5 زائد 4 و12%. يبقى احنا بدل ما كنا الاول بنكتب المساله كلها على ال وادوس اس دي، هو الراجل بيقول لك شيل الجذر 17 وحط مكانها 4 و12%. هجمع 5 زائد 4 و12% على 2، وهنا 5 ناقص 4 و12% على 2. قالتنا الجميله مع بعض، تعال نجيب الاله ونشتغل. يلا بينا، بسم الله. بص يا عم، قال لي 5 زائد 4 و12% تساوي على ال2 السي دي، يطلع الناتج 4 و65%، يبقى الجواب 4 و65%. نيجي اليمة الثانية، هقول له 5 ناقص ال4 و12% تساوي على ال2، يطلع الناتج 44%، يبقى 44%. يبقى الجواب طلع كام؟ 4 و65% و4 و44%، يبقى أصبحت مجموعة الحل بتساوي 4 65 و44%. ده كانت إجابة السؤال رقم 10. السؤال اللي بعده بيقول لي جبريا أوجد مجموعة حل معادلتين آتيتين معا. ماشي، أمسك المعادلة الأولى س زائد ص بتساوي 7، الله أكبر عزة الله، وس ناقص ص بتساوي 3. حطينا المعادلين تحت بعض، ماشي، أبدأ أطير الصاد دي مع الصاد دي عشان دي موجب ودي سالب، واقدر اجمع الواحد س وواحد س يبقوا 2 س حضرتك، و7 زائد 3 يدينا 10، فلما اقسم على الاثنين تدينا قيمه س ب5. اقدر اعوض في اي معادله من المعادلتين عشان اقدر احصل على قيمه صاد. شيل الس نحط مكانها 5، يبقى 5 زائد صاد ب7، اودي ال5 بعكس اشاره تبقى صاد بتساوي 7 ناقص 5، صاد بتساوي 2. انا عاوز مجموعه الحل، فاقول له مجموعه الحل قوس مجموعه وزوج مرتب 5 و2، هي دي مجموعه حل المعادله. السؤال اللي بعده رقم 12، اذا كان نون 1 س بيساوي الكلام دوت ونون 2 س بيساوي الكلام ده، اثبت ان نون 1 بتساوي نون 2. هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل تحليل مجال اختزال للاول. تحليل مجال اختزال للاول. طبعا في البسط مفيش حاجه تحلل، المقام ناخد س عامل مشترك فيبقى جوه س ناقص 1. اقدر اجيب مجال الاولاني ح فرق 0 و1. اقدر اطير مين مع مين؟ اقدر اطير س واحده مع س واحده، فيبقى معانا هنا النون 1 س، هيتبقى معانا مين؟ قال لك س على س ناقص 1. ده كده الجزء الاول. الجزء الثاني بتاع المستقيم الثاني، قصدي بتاع الكسر الثاني، اسف، هبدا احلل فوق، اخد س تربيع عامل مشترك فيبقى جوه س ناقص 1، وتحت ناخد س عامل مشترك فيبقى س تربيع ناقص 2 س زائد 1، وارجع احلل تاني اللي هو مين؟ قال لك البسط مش هيتحلل، المقام يحلل، هكتب س ونفتح قوسين س ناقص 1 س ناقص 1. قال لي تمام، نقدر نجيب مجال الثاني. مجال الثاني هو ح فرق 0 و1
بعد كده يا باشا اقدر اختصر، هطير مين مع مين؟ قال لك يا باشا هطير ان شاء الله السين ناقص واحد مع السين ناقص واحد، وسين واحدة مع سين واحدة، فيبقى معانا في البسط س على س ناقص واحد. بص كده، المجال زي المجال والاختزال بيساوي الاختزال، يبقى الكسرين متساويين. اوجد ن س في ابسط صوره موضحا المجال. دي مساله قسمه. خطوات القسمه: تحليل قلب مجال اختزال ضرب، تحليل قلب مجال اختزال ضرب. نبدا نحلل بسم الله. ادي ن س بتساوي س ناقص 5 لا تحلل، س تربيع ناقص 2 س ناقص 15 تحلل، س وس سالب موجب 5 في 3 على 8، واخد 2 س، اخد نعم مشترك يبقى س زائد 3. انزل الاولاني اقلب العلى فيه شقلب اللي بعديه، انزل الاولاني اقلب العلى فيه شقلب اللي بعديه. هنا 2 س زائد 3 على 8. وبعدين حضرتك ببدا اجيب المجال، ومجال القسمه مختلف شويه يا جماعه. مجال القسمه هو ح فرق مقام بسط، ماشي؟ مقام بسط، يعني 5 سالب 3 مفيش سالب 3، 5 سالب 3 مفيش، بقى سالب 3. وبعدين قال لك بتبدا تطير السين زائد 3 مع السين زائد 3، بتطير س ناقص 5 مع س ناقص 5، فيتبقى في الاخر ايه يا عم؟ قال لك هتبقى 2 على 8 اللي هي بتساوي ربع يا صديقي. سؤال 14 مهم جدا، بيقول لك اذا كانت ن س بتساوي الكلام ده اوجد ن اس سالب 1 س موضحا المجال. صديقي العزيز، انا هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل تحليل، لان خطوات المعكوس الضربي اول حاجه تحليل ثم قلب ثم مجال فوق وتحت. هنحلل، فهنزل 3 عامل مشترك فيبقى س ناقص 3. تحت هنفتح قوسين حضرتك س وس سالب 2 في 3 ب6 ومجموعهم 5. هنبدأ نشقلب عادي، ن أس سالب 1 س بتتشقلب، يلا شقلبها س ناقص 2 س ناقص 3. طب وتحت 3 س ناقص 3. وبعدين نقدر نجيب مجال ن أس سالب 1، هيبقى ح فرق مجال ن أس سالب 1 ح فرق فوق وتحت. مين فوق؟ 2، ايه تاني؟ 3. مين تحت؟ 3 مرة، خلاص طير. هبدأ أطير سيادتك مين مع مين؟ س ناقص 3 مع س ناقص 3، فيبقى معايا ن أس سالب 1 س بتساوي س ناقص 2 على 3. كلام جميل، كلام زي الفل. هو جه قال لك ايه؟ قال لك اوجد ن أس سالب 1 س في ابسط صورة موضحا المجال، ثم اوجد ن أس سالب 1 3 ان امكن. عوض لي عن السين بكام؟ ب3. طب هل يجوز اعوض؟ هو انت ينفع تعوض بايه؟ ينفع تعوض باي رقم ما عدا الاثنين و3 لا يجوز التعويض بهم، اذا ده هقول له لا يجوز، يعني غير معرف، لا يمكن التعويض بيها. طيب نيجي لسؤال رقم 15، بيقول لنا ايه؟ في تجربة او اذا كان الف وب حدثين من فضاء عين التجربة عشوائية، وكانت لام الف ب3 4 من 10 ولام ب 5 من 10 ولام التقاطع 2 من 10، هات الاتحاد. طبعا قانون الاتحاد بيساوي الاول زائد الثاني ناقص التقاطع، ماشي؟ الاول زائد الثاني ناقص تقاطع. الاول هو 4 من 10 زائد الثاني 5 من 10 ناقص التقاطع 2 من 10. هبدا اجمع 4 و5 9، 9 ناقص 2 بتساوي 7 من 10، فالجواب بالنسبه لنا طلع 7 من 10. رقم 2 بيقول لي اوجد احتمال عدم وقوع الحدث الف، يبقى لام الف شرطه اسمه احتمال عدم وقوع الحدث الف بتساوي 1 ناقص لام الف، يعني 1 ناقص 4 من 10 تطلع 6 من 10 عن طريق الآلة. يبقى الجديد بتاعنا احتمال عدم وقوع الأحداث ألف معناه لام ألف شرطة. سؤال هنا في جمع يا أولاد. خطوات الجمع: أول خطوة تحليل، يلا نحلل. ناخد س عامل مشترك يبقى س زائد 4. تحت نحلل الفرق بين مربعين يا أولاد، س ناقص 4 وس زائد 4. هنكتب هنا زائد، هنا س ناقص 3 زي ما هي، وهنفتح هنا قوسين س وس سالب 3 في 4 ب 12، ولو جمعناهم يدونا كام؟ 7. وبعدين هبدا اخش على المجال بتاعنا، يبقى ح فرق اصفار المقام 4 سالب 4 3، ماشي؟ هبدا ابسط سيادتك، هطير مين مع مين؟ قال لك هتطير س زائد 4 مع س زائد 4، س ناقص 3 مع س ناقص 3، فيتبقى معانا
س على س ناقص الأربعة زائد 1 على س ناقص الأربعة. هقدر أوحد مقامات، أنزل مقام 1 وأكتب البسط زي ما هو س زائد 1، وبكده نكون خلصنا المحافظة رقم 3، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.